مواعيد. هي مو حسبة هي مو سوسك ولا سوس الدكتور، سوس مجلس المحافظة. كل من يعطي مواعيد. اكو موجود قائمة جاي يمشون عليها حاليا. ما حد هاي من ياسات تسفيرة الهند عمي، هاي ما لنا شغلة بيها. خارج عن طاقتك ما لك علاقه. اي موجوده غادي. نعم. انت عليك تنظم السرعه. نعم. ما لك علاقه. احنا جاي نظم بس ما جاي يساعدوني انا نهائيا. على قائمتك من يدخل عليك جوه على اساس اكو جماعة فاحصة قبل. ما يصير يدخل. اكو جماعة فاحصة من يوم الثلاثاء والاربعاء. على الخميس واليوم جمعه وسبت واحد. اي ابو الاربعاء اليوم خميس، ابو الاربعاء لحد الان ما ماشي. انت لو واقف بالباب اكو واحد يدخل ما خلى احد يدخل. يا بعد اخوك استاذ علي ما تنتبه علي، انا اعرفك عمي بس باوع. مجلس محافظة المفروض اسكت يا رجال، اسكت رجال، انا راح احكي. مجلس محافظة المفروض يجيب الفقراء التعبانين الحالتهم المادية تعبانة. انا اللي يمك بالانتفاضة الشعبانية باوع ايديه وباوع راسي، وذبتني الحكومة العراقية هاي وحدة، وراجعت مجلس محافظة حتى مساعدة طلبت منه، وهاي تقاريري الطبية اعلنها لك اعلان، وهاي مال الانتفاضة الشعبانية باوع. خاف عاجز عن العمل كليا. اسمع لا، وهاي اللجنة الطبية هي على اللجنة الفقراء ما حد الى هنا، فيجون بس الناس الشخصيات والمسؤولين واللي يجيبون واسطات، وهذا الاخ هو ابو الواسطة علي اسمه. انا مسؤول على كلامي. ليش؟ من حيث قام يدور علاقات. انا 5 سنين صار لي. لا اسمح لي، انا ما اخاف، انا صاحب بغد واليدات. فالناس العوائل الفقراء ظاله بالشوارع، كل من يجيب عنده علاقات وقرايبه. مجلس محافظة شو يسوي هناك؟ الكابينة حج محمود ما يدري بها الرجل، غايب الملائكة حضرته ما يدري بين الرجال ذا السؤال كل ما يدري بين. فشي يسوون؟ ينطون اوراق هاك روح. هاي خطأ. بس المفروض شنو؟ الورقة يشوفون الانسان على السيرة. انا صار لي سنة، هو فتح حج محمود فتح. اسمح لي، انا صار لي سنة، انا ما شفت انا ما شفت حج محمود، صار لي سنة. فالفقراء ما لهم خبزة هنا. دكتور ايادي الانسان عادل معتدل خايف الله، قاعد يخدم الناس الفقراء بس ما حد يساعده. فريد قوة امينة، يد امينة بهاي المكان للفقراء واليتامى. امدى على عيوني، امدى على عيوني. لا ما شفت انا الرجال، ما شفت. استغفر الله عمي هذا ابن الحلال. انا زوجتي زينب رحيم عبد عضوة مجلس محافظة من الاربعاء. لا تشتري، هذا اخوي ولكن من عمي ولا لا هاي اوراق لحد الان ما داخلين من الاربعاء. ترى من يوم الاربعاء لازم. هذا زوجته بس محافظ ما دخل. مو تقول واسطات، يجي واسطات. انا بجيب واحد كرم الرجل يجي له واسطات. اي مو هسه هو يعني هو خلي احنا نحكي حتى على عضو مجلس محافظة، وانت موظف هسه تتنفرج. والله قابلت تعال وياي وعافيته وقلت لي طبقت ايش 5 وانت موظف عادي، انت جاي تتنفرج. بس عندك عنوان بالامن هذا فقط. ما يخالف. يلا عندك عنوان امنيه. هو اتصل لك يوم شاد وياي. اي ليش بس تفتش عليه؟ لا اسمعني عمي، ليش تفتش عليه؟ صار لك يومين. لا يجوز انا اقول لك يجوز انا عندي اشكال وياه. اشكال وياه راجل عزيز بس مرة صار يومين بس مرة هو موظف عادي، موظف استعلامات. صار يوم أعزائي المشاهدين الكرام، في هذه المعاناة، في هذه الضجة في مستشفى الزهراء العام، في الحقيقة يعني نتألم نشوف أبنائنا الرجال والنساء والأطفال يعانون في هذه المعاناة، ونشوفهم يتشاجرون على شيء يعني بصراحة على سرى وعلى كذا، لكن شو يسوي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نشوف يعني رجل أمين يريد بصراحة يساعدهم، والمريض يعني بصراحة مخطئ الضجر صار أيام قاعد في المكان هذا ما يخالف. وقاعد إذا غاث رحمه الله والديك بارك الله فيك عليك خذ راحتك.
نعم أعزائي المشاهدين، بهذه المعاناة نقلت لكم من مستشفى الزهراء وطبيب العيون الهندي، وهذه يعني هذه المشاكل الكثيرة. ونشوف يعني هو طبيب واحد وأبنائنا المرضى الكثيرين من الشيبة والعجزة، ونشوفوا يعني لكن إلى متى ظل هاي المعاناة؟ يعني إلى متى نظل هاي العوائل الفقراء وانت توجهها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعزائي المشاهدين لا زلت متواصل معكم، وهذا البرنامج سوف التقي بمدير المستشفى ونشوف هل حل هاي المشكلة أو الطبيب الهندي 10 أيام يروح يبقون الناس أيام هنا. نعم أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا بكم مرة أخرى. في الحقيقة بعد ما شاهدنا معاناة أهلنا في مراجعتهم لطبيب العيون الهندي، صراحة شيء لا يسر الناظر. وإحنا إن شاء الله مع الدكتور مهدي عبد الكريم مدير مستشفى الزهراء يبين أن يعني شنو هاي المعاناة داخل المستشفى، مراجعتهم يعني والازدحام الصاير. نعم أشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك عدة محاور أو عدة أسباب في الموضوع. أولا كون هذا الطبيب هو طبيب يعتبر الطبيب الوحيد الزائر، طبيب أجنبي. تعرف الناس عرفت عن طريق الإعلام أنه طبيب هندي زائر لمستشفى الزهراء ويعني يقوم بعمل عمليات جراحية. حقيقة هو أولا لازم نعرف أنه عمل هذا الطبيب هو محدود بشيئين فقط. تعرف اختصاص العيون اختصاص كبير، وهناك عدة تفرعات بهذا الاختصاص، والآن في العالم اختصاصات دقيقة للشبكية والقرنية والعدسة والسائل الزجاجي، هناك مختصين بمختلف الأقسام. هذا الطبيب يعمل فقط على شيئين، هو مسألة الماء الأبيض أو ما يسمى الكاتاراكت أو رفع العدسة وتبديل العدسة. هذا العمل الأول اللي هي نوع واحد من العمليات يخص هذا الموضوع. النوع الثاني هو عملية الليزك اللي هي عملية تعديل القرنية لتعديل النظر. يعني ماكو شبكية؟ ماكو شبكية، لا شبكية أكو ولا سائل زجاجي أكو ولا هواية أكو اختصاصات أخرى بالعين الحول وغيرها كلها ما يعمل عليها. وشوف الناس يعني الصراحة عندهم شبكية وعندهم أمور أخرى ما يختص بها الطبيب. نعم هذا الجانب الأول اللي لازم يعرفوه الجميع أنه هو اختصاصه فقط عملية الفاكو وعملية الليزك. الفاكو أو يسمى الفيكو هي لعملية تبديل العدسة. عدسة المصابة بالكاتاراكت اللي هو بيضاض العدسة أو الماء الأبيض. والثاني هو عملية الليزك وتصحيح النظر، يعني استبدال النظارات، يعني رفع النظارات، تصحيح القرنية يعني عن طريق الليزر، وهي تعتبر عملية تجميلية أو كمالية. بعض الناس يأتون حتى من محافظات أخرى سمعوا أنه طبيب هندي موجود في مستشفى الزهراء، فهذول الناس يعني يتجهون يعني للعلاج، حقهم ما يطلبون العلاج، لكنه لازم يعرفون أنه مو كل الاختصاصات هي عمل هذا الطبيب. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه الجهازين اللي يعمل عليهم هذا الطبيب، الجهاز الفيكو أو الفاكو وجهاز الليزك، هذين الجهازين أكو مشاكل تقنية. مشاكل تقنية، بس حتى أوضحها لحضرتك وللمشاهدين الكرام. إنه الجهاز الفيكو هو مثل الكمبيوتر. إذا أي واحد بينا بالبيت عنده جهاز حاسوب أو كمبيوتر، السوفت وير مالته اللي هو البرنامج المنصب عليه ممكن في أي وقت أن ينضرب هذا البرنامج كجزء من برمجية موجودة في أي حاسبة. بسبب التشغيل وإعادة التشغيل وانطفاء الكهرباء وغيرها صار خلل في السوفت وير. السوفت وير ممكن أن قرص تنصيب مثل ما تعرف حضرتك في الكمبيوتر الاعتيادي، يعاد تنصيب هذا البرنامج ويعاد تشغيله. صار خلل يعني هالفترة هاي. المشكلة انه الشركة اللي نصبت الجهاز اخذت السوفت وير
يعني السوفت وير بقت بحوزة المهندس المنصب نعم. كجزء من عملهم، يعني باعتبار أنه هم الشركة المسؤولة، لا يجوز لأحد غيرهم أن يتعامل بهذا، وهم مسؤولين عن صيانته وما زال في فترة الضمان، فهم اللي ينصبون كل ما يتعلق بتنصيب أو عمل أو صيانة أو تصليح هذا الجهاز هو من اختصاص شركتهم. الجانب الثاني جهاز الليزك تم تشغيله وفحصه، وكان الجهاز على أهبة الاستعداد، فحصوه مهندسين، وجاء مهندس يوناني ومهندس مغربي اللي هم من الشركة الأم، والمهندس المختص العراقي اللي من بغداد شغلوه، وتم إجراء فحص، يعني فحص وهمي بدون مريض، وكان الجهاز شغال تماما. حتى شنو أصاب دكتور؟ اللي أصاب إنه تعرف حضرتك في الفترة الأيام الأخيرة كان غبار شديد عندنا، صحيح. وأيام متتالية، وتعرف حضرتك إنه الغبار ينفذ إلى أدق أماكن حياتنا الاعتيادية في هذا، برغم من كون ردها محكمة قدر الإمكان، والزجاج حتى مظلل، والفتحات قدر الإمكان مغلقة، لكنه ثواب ينفذ، فذرات قليلة